زين. فتحذرني اكيد، هي تخاف علي وهذا، بس بنفس الوقت عندها ثقه بقدراتي. اها. طيب انت من تجي تشتغل واجهتك عقبات، يعني مثل في اليوم خلينا نقول انفجرت بايدك كهرباء، صار عطل كذا، هم صارت عندك هذه المشاكل؟ صارت بس شغلات بسيطه، مو يعني تدري بدايه العمل لازم يصير عندك هفوات اخطاء. صارت بس بسيطه يعني الحمد لله واشكر، مو بالقدر ممكن يكون الخطر. خطر وكذا. وخاصة أمام الناس، أنا من أشتغل أمام الناس لازم يكون شغلي دقيق جدا. تعرف فعلا. أنت شغلنا الناس تدور موقعي، الزله. نعم. موقعي ممكن محل، ممكن مكتب، ممكن منزل، ممكن دائرة. زين أنا هم سبق حتى اشتغلت بمركز شرطة، سويت نصبت سبالت وأدقق يعني أكثر. اكو أمور ممكن تنترك تنهمل من قبل الفنيين المبصرين، لا أنا ألح عليها حتى أنجزها بالتمام. تعرف هذه سمعة. صح. السمعة مو بس سمعة كمهنة، صح. انه اللي اشتغل هذا منه صح. مكفوف. انا سبق وصارت فد صدفة يعني للأمانة، انا كنت فد محل دا يحجون، فقال له هذا شنو السبلت اللي ناصبي؟ يعني انا ابن عمي قال لي اكو ولد ما يشوف هنا بالحرية، طبعا صدفة وانا واقف يمه. ما يدرون انت اي يعني. ولد ما يشوف بالحرية منصب له سبالة بيته، فالطريقة يعني كأنما جاية شركة ومنصبتهن، فالطريقة مرتبة مو مثل هذا السبل. قلت له هذا من هو؟ كان يقول لي والله هو ولد. قلت له هذا اني صدق كذا. فالحمد لله والشكر يعني بدت الناس تعرف حالة خاصة. صح. زين وغريبة. ملفتة فعلا. فالناس ملفتة. تتناقلها، يعني مثلا شفت كذا هيك مهنة يمتهنها هيك شخص. الحمد لله والشكر. طيب شنو الاعمال الاخرى اللي عندك غير تنصيب السبالت مثلا ممكن تشتغلها يعني؟ والله خاف اقول لك كل شيء اشتغل.